سلام عليكم. عندي سؤال. عندي توك توك صاعد بيها سايق، وأنا أدري الغناء حرام، بس إذا أشغل مثلا الظهر أو عصر لو بالليل أغاني بصوت ناصي، هل يأثر هذا؟ حبيبي العزيز الغالي، الله يوفقك إن شاء الله ويبارك برزقك. عزيزي، الغناء حرام، وأني من باب المحبة إلك أنا أقول لك عندنا بالروايات تحذير عظيم. يعني مثلا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من استمع إلى اللهو، اللي يقصد به الغناء أو الموسيقى، يذاب في أذنه الآنك. الآنك يعني الرصاص المذاب يوم القيامة. هسه احنا لو ذبانة تصير بأذننا، شو يصير بحالنا؟ يذاب في أذنه الآنك والعياذ بالله. فيا حبيبي يا عزيزي، انت شلك بهالمصيبة هاي؟ الله يآجرنا ويآجرك من هذا العذاب الأليم. بالإضافة إذا استمع واحد إلى الغناء أنت تكون مسؤول. يعني بالرواية يقول: الغناء وسيلة أو رقية الزنا والعياذ بالله. رقية يعني وسيلة وطريقة إلى الزنا. يعني أي واحد يستمع إلى الغناء هذا يمهد له إلى ممارسة هذه الفاحشة والعياذ بالله. قد يكون مو اليوم ولا سنة ولا بعد سنتين ولا ثلاثة، ولكن هو طريق إلى هذه الفاحشة اللعينة. فيا حبيبي يا عزيزي، خلي رزقك طيب، وخليك أنت طيب، وخلي الناس من تصعد وياك تترحم لوالديك، فأنت كون خير للناس، والناس تذكرك بخير، وربما تدعوك إلى أنه تلتزم في عائلة، تلتزم مثلا طلاب. ليش؟ لأنه أنت إنسان طيب، مثلا تشغل مثلا قرآن، تشغل دعاء، فشي لطيف، بالتالي الناس تكيف أنه خلال هالربع ساعة نص ساعة تسمع لها دعاء، تسمع لها موعظة، تسمع لها حديث، تستفيد من عنده. فيا عزيزي يا نور عيوني، أنت خليك طيب، وخلي الناس تنظر إليك نظرة طيبة، وهذا يعني ظن بيك. حياك الله، الله يتقبل أعمالك.